بعد الانفجار الشمسي ونهاية العالم ده كله بيفضل الراجل ده لوحده، وبالمناسبة اسمه فينش ومعاه روبوت صغير بيساعده في أعماله. وبنشوفهم هما بيدوروا على اي اكل باقي وسط الحطام والخراب اللي حصل. بيجمع اي اكل ويبدا يتحرك بالعربيه النقل بتاعته. فجاه بيظهر قدامه عاصفه ضخمه فبيخاف ويجري بسرعه جدا لحد ما يقدر يوصل لبيته بصعوبه. في اللحظات الاخيره بيدخل يروق على حاله، وبنشوف الكلب بتاعه اللي واضح انه بيحبه اكتر من اي حاجه، حتى بيفضله على نفسه في موضوع الاكل. وبعد ما بيخلص شاور بينام على سريره ويبدا يقرا في كتاب عن اضرار التعرض للاشعه الضاره، والحزن بيبدا يسيطر عليه. فبيروح للمكتب بتاعه واللي بنشوف فيه كتب كتير عن انفجار أشعة جاما وغيرها. بيخترع روبوت جديد وبيستأذن الروبوت الصغير بتاعه عشان ياخد منه العيون ويركبها للروبوت اللي هو بيخترعه علشان يجربه. بعد محاولات بيبدأ يستجيب أخيرا وبيبدأ يهز راسه، وبعدها أخيرا بيبدأ يتكلم. وفينش بيبدأ يعدله في السوفت وير بتاعه وبيحدد له كمان شوية قواعد مهمة، ومنها إنه هو ما ينفعش يأذي أي إنسان، وإنه لازم يحمي الكلب بتاعه من أي ضرر لأنه اخترعه عشان كده بس. وبعدين الكهرباء بتطلع فبيطلع على السطح يعمل صيانه لطاحونه الهواء، والكهرباء بترجع تاني وبنلاقي عاصفه شديده جايه من بعيد. فيرجع بسرعه ويوصل الروبوت الجديد بكاس توقع الطقس، وبيقول له ان العاصفه الجايه بسهوله، عشان كده هو لوحده ورفض ان هو يقرب من المدينه اللي في الشرق عشان خايف يلاقي ناس هناك. وبيكون مفيش وقت ان هو يخلص بقى السوفت وير بتاع الروبوت، فبيبدا يعلمه يدوي اول حاجه وهي المشي. بيخلصوا وبيتحركوا على العربيه، وبنشوف درجه حراره الشمس معديه 80 درجه، واللي بياكد ده الذره اللي بتكون في شعر بمجرد وجودها في الشمس. وبعدها فينش شاف ان العاصفه خلاص بتقرب جدا، وبسرعه ركبوا العربيه وبداوا يتحركوا، ولكن فينش عارف انه خلاص مهما عمل مش هيقدر يسبق العاصفه. فنزلوا بسرعه وبداوا يطلعوا حبال ومسامير عملاقه من العربيه ويثبتوها في الارض على امل ان هي تخلي العربيه ثابته وقت الاعصار، ولكن ما كانش قادر ان هو يثبت كويس في الارض. فالروبوت قال له اتحرك انت على العربيه، فراح فعلا ودخل الكلب في مكان صغير كده جوه، وبعدها الروبوت قدر يخليه يثبت في الارض من ضربه واحده بس. وفينش بيقول له تعال بسرعه قبل الاعصار، وبسرعه دخل ورا العربيه، والاعصار وصل للعربيه ومن شده قوته كانت العربيه هتطير من مكانها بعد ما 3 مسامير اتشالوا من العربيه، لكن في مسمار كان متثبت كويس وبسببه هم عايشين دلوقتي. ولما الاعصار خلص نزل ولقى ان المسمار اللي انقذ حياتهم اللي كان مثبته الروبوت بنفسه، وفجاه لقى ان في كاوتش من العربيه اتقطع خالص. فقال انا لازم اجيب رافعه عشان العربيه تقيله، وايه الحل؟ مفيش روافع هنا. فالروبوت راح جاب له كاوتش احتياطي ورفع له العربيه بايد واحده، وركب فينش الكاوتش التاني، صلح العربيه ودخل. وبدا فينش يحب الروبوت اكتر واكتر وسماه اسم جيف. وتاني يوم بيصحى على صوت الروبوت والكلب وهم بيتخانقوا، فيلاقي الروبوت جيف بيقول له هو انا مش قلت لك الكلب ده مش بيحبني؟ فينش قال له هي مساله عدم ثقه، بعد شويه هيثق فيك وهيحبك. وبعدها بداوا يمشوا، وجيف بيقول له هو يعني ايه ثقة اصلا؟ بيفضل يفكر شوية ومش عارف يوصلها له ازاي. قال له بص هحكي لك حدوتة تاني مكان لما كنت موظف صغير، وبدأ يحكي له قصته اللي بنعرف منها ان فينش مش بيحب يشتغل مع حد وبيحب يشتغل لوحده. واثناء الحكاية بيبدأ يكح جامد لدرجة انه بيطلع دم. فجيف بيقول له اسوق مكانك، ويقعد عند مطعم مهجور على الطريق، وبيربط الكلب مع جيف عشان يتعود عليه. بيقعد في المطعم لوحده ويتألم، وبعدها يسمع صوت الكلب بيصرخ، فيطلع يلاقي جيف بيحاول ينزله بس الكلب رافض. فينش هياخد الكلب معاه جوه وبيقول له استنى انت هنا. فبعد شوية الروبوت بيبدأ يسوق وهو لسه معلموش اصلا، فبيخبط العربية. وينادي فينش على جيف ويقول له انا قلت لك ما ينفعش تسوق دلوقتي لسه شوية. وبيقول له هات لي بدلة الحماية من الشمس من جوه وتعال. يركب العربية وبيرجع ظهره ويخبطها تاني، وبيقول له انا صنعتك لحاجة واحدة بس، انك تحافظ على الكلب. وبيقول له انا عارف انت مولود من يومين بس لازم تكبر دلوقتي، انت مهمتك في الحياة حماية الكلب بعد ما اموت. وبعدها فينش بيدخل العربية وبيحاول يكلمه، بس هو برضه هيفضل زعلان منه، ويفضل كده لحد ما بيقول له خلاص يا عم هعلمك السواقة. ويبدأ فعلا يعلمه السواقة، وبيمشوا لحد ما الليل يدخل عليهم، فبينزلوا ويولعوا نار ويقعدوا حواليها علشان الجو بالليل هيبقى تهيأ. بيحكي ان مفيش نباتات ولا اكل ولا اي حاجة تقدر تعيش في الاجواء دي، رغم كده احنا لسه عايشين. فجيف بيقول له طب بدل ما الدنيا خطر قوي كده بالنهار ليه ما نسافرش بالليل؟ فبيرد عليه وبيقول له انا اقدر استحمل كل اللي بيحصل الصبح وده ممكن اتوقعه، لكن ما اقدرش اتوقعه بالليل لان الناس الجعانه بتستخبى في الضلمه. بعد شويه بيدخلوا يناموا، بس جيف بيقول له سيبني بره هنا شويه لوحدي. وبيجي الصبح بيكون فينش تعبان جدا، فبيبدا جيف يعمل له كمادات، والكلب هنا بيشوفه وبيبدا يحبه. وبعدها بيسوق وبيكون فينش نايم من التعب لحد ما بيوصل عند المدينة، وبينزل هو والروبوت الصغير اللي كان مع فينش من الأول خالص، وبيدخلوا مبنى علشان يدوروا على أكل ودواء لفينش. وهنا فينش بيبدأ يفوق في العربية ويبص على المبنى اللي دخلوه، بيحس إن في ناس، فبيقوم بسرعة يلبس البدلة بتاعته علشان يلحقوا. وفي الوقت ده جيف بيلاقي دواء وأكل كتير وبيلاقي جاكيت فبيلبسه،
والروبوت الصغير بيشوف علبة اكل فبيحاول يوصل لها لكن بيقع في فخ صغير، وبنشوف فينش هنا بيدخل ويشوف الروبوت ميت فبيحزن عليه حزن شديد، وبيروح بسرعة لجيف، ولما يقابله بيحس ان في حد في المكان فبيجروا بسرعة جدا وبيركبوا العربية ويتحركوا. وفي الوقت ده تظهر عربية طالعة من الجراج وتتحرك وراهم، ولما الليل يدخل فينش بيلاقي العربية لسه ماشية وراهم. بيمشوا اسرع في الطريق لحد ما يلاقوا نفق وبيحاولوا ينزلوا من تحت، ولكن الجزء بتاع الطاقة الشمسية اللي فوق العربية ما بيقدرش يعديه لانها اعلى من الارتفاع المناسب. جيف بينزل بسرعة يزق العربية بإيده وبيكسره لحد ما العربية بتستخبى بالكامل تحت الكوبري، وبينزل فينش يشوف الجزء بتاع الطاقة الشمسية اللي اتكسر كله وبيقول احنا خلاص كده انتهينا. فجيف بيقول له لا لسه وممكن نقدر نعمل ونسوي. فينش بيتعصب عليه وبيقول له اسكت، انت مجرد آلة ومش عايز اسمع صوتك تاني، بسببك مات اول روبوت صنعته، ويسيبه لوحده ويدخل العربية. فجيف بيدخل بعده العربية وبيقول له أنا واثق فيك، إحنا نقدر نوصل لبوابة الجسر الذهبي. وبالمناسبة الجسر الذهبي ده حلم حياة فينش إنه يروح ويقف عليه لأن ليه ذكريات مع أبوه اللي مات وهو صغير. ونرجع ونلاقي فينش بيحكي له حدوتة إنه بعد الحادثة اللي حصلت في الأرض دي الكل كان بيدور على الأكل عشان يحاول يعيش. لما كان بيدور في السوبر ماركت قبل كده شاف واحد معاه مسدس بيموت بنت صغيرة هي وأمها علشان ياخدوا الأكل بتاعهم، وما فرقش معاه إن هي طفلة صغيرة. وانه لما راح عشان يلحقهم بعد ما مشي اللي قتلهم لقاهم ماتوا، وشاف في الشنطه بتاعت البنت الصغيره كلب اللي انت شايفه قدامك ده. وبعد شويه مشي حلوين بالعربيه بنشوف فراشه بتقف على ازرار العربيه، فجيف بينادي على فينش بسرعه، واللي بيجي وبيشوفها وبينزل بعدها من العربيه وما بيحصلوش اي حاجه من الشمس، وكمان بيبدا يستمتع بالشمس وبتيجي على ايده عادي ومش بيتحرق وما بتحصلوش اي حاجه، وكمان بيبدا يستمتع بالشمس، وده معناه ان الشمس تعافت ورجعت لطبيعتها تاني. وبعد شوية بيلبس أحسن بدلة عنده وبنشوفه هو وجيف قاعدين بيتفرجوا على المنظر. وبعد شوية جيف بيقول له يلا تعالى نتحرك عشان نلحق نوصل للجسر، فبيرد عليه فينش ويقول له خلاص مفيش أمل أنا هموت. فبيبدأ فينش يعلم جيف إزاي يلعب الكلب عشان يخليه يحبه ويتعود عليه. فجأة بدأ فينش ينزف كتير جدا، فجيف أخده بسرعة ولسه بيدخله عربية فقال له أساعدك إزاي؟ بص له وقال له ساعدتني كتير قوي، وبدأ يسلم عليه، وهنا كمان جيف أخده بالحضن. وبعدها بنشوفه هو بيموت على سريره وجيف بياخد جثته وبيحرقها بكل حزن، وبعدها بنشوفه هو والكلب على الجسر وبيخلوا جواب فينش على الجسر مع باقي الصور بتاعة الناس التانية. وبكده تكون وصية فينش اتحققت انه يشوف الجسر وانه كمان يلاقي حد يراعي الكلب بتاعه. فجيف بيقول للكلب اقول لك حدوته، كان يا مكان كان في قناة جميلة اسمها عشوائيات الافلام بتلخص الافلام بطريقة حلوة ومميزة، ما تنساش بقى صاحبي تشترك في القناة وتفعل الجرس.